الجراح الشاطر. الجراح الشاطر هو اللي عنده عين نسر، قلب اسد، ايد واحده ست. ايه بقى علاقه الكلام ده كله بطب الاسنان؟ انا هقول لكم ايه علاقته بطب الاسنان وبالجراحه طب الاسنان. اول حاجه، الدكتور الشاطر لازم يبقى عنده عين نسر. يعني ايه؟ يعني بيشوف كويس قوي، بيشوف التفاصيل وبيشوف اللي تحت الارض مش اللي فوق الارض. طيب والدكتور اللي نظره ما يجيبش تحت الارض يعمل ايه؟ يلبس لوبس. اللوبس ديت عباره عن جهاز بيطلع نور بيشوف بيه كويس قوي قوي قوي، وكمان بيكبر الصوره عدد مضاعف من المرات، بتوصل ل 16 و20 واكتر من كده كمان. ده بالنسبة لعين النسر. طب وقلب الأسد؟ قلب الأسد دي بقى قصة تانية خالص. ما ينفعش الدكتور الجراح الشاطر يكون بيخاف من الدم، ما ينفعش يشوف وعاء دموي حصل فيه مشكلة يتخض ويتبرجل. الدكتور الجراح الشاطر هو اللي دايما ثابت ويطلع المريض من غير أي مشكلة، من غير ما يحس بأي حاجة حصلت، رغم إنه ممكن يكون حصل له حاجات كتير أثناء العملية بس المريض ما حسش بأي حاجة. طيب وايد واحده ست ليه؟ دايما الستات عندهم الهاند كرافت احسن من الرجاله، دايما بيهتموا بالتفاصيل. يعني احنا مثلا لما نيجي نخيط جرح او نعمل غرز بعد الزراعه، احسن حد هيعمل هي الستات. بس مش معنى كده ان لازم كل الاستاف يكون ستات، بس لازم الدكتور الجراح يكون عنده الملكه ان هو يقفل الجرح كويس ويعمل غرز كويسه جدا. طيب جراحة طب الأسنان دي بتبدأ بإيه وبتنتهي بإيه؟ المعلومة دي مش عند الناس كلها. انتوا عارفين أصلا إن الجراحة بتبدأ من خلع الضرس؟ يعني خلع الأسنان ده تخصص جراحة. محدش عارف إن ده تخصص الجراحة، ده شيء مهم جدا إن احنا نعرفه. الدكتور الشاطر هو اللي يخلع الضرس بسرعة، ما ياخدش وقت كتير، ما يحصلش نزيف، الضرس ما يتسابش جزء منه جوه. طيب وايه كمان؟ الجراحه بتوصل بينا لفين؟ لحد تدعيم العظم ولحد الزراعه ولحد الكسور اللي موجوده في الفكين. الدكتور الشاطر لازم يكون فنان، لازم يكون عين نسر، قلب اسد، ايد واحده ست.